عاوز تعرف نقاط القوة والضعف في فريق سان داونز اللي هيقابل بكرة الأهلي بإذن الله في العاصمة الجنوب أفريقية في بريتوريا على ملعب سان داونز الساعة 3 العصر. والتوقيت ده طبعا احنا عارفين بيمثل ايه للنادي الأهلي. أتمنى ان انت قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل ما نتكلم عن نقاط القوة والضعف في فريق سان داونز ان انت تدعي دعوة خالصة من قلبك لإخواتنا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم شهدائهم، اللهم ثبتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم نصرك القريب الذي وعدت. معاكم محمود الجندي للحديث عن ابرز نقاط القوه والضعف في فريق سان داونز. وطبعا احنا عارفين المباراه دي من العيار الثقيل بالنسبه للاهلي وبالنسبه لفريق سان داونز في السوبر الافريقي. طبعا هو نهائي مبكر، بس انا عايز اقول لك ابرز نقاط القوه والضعف عند فريق سان داونز، واقول لك وابتدي ان فريق سان داونز طبعا بيحتاج مساحات كبيره جدا في الملعب، ولو انت قدرت ان انت تضايق المساحات على قد ما تقدر طبعا هتقدر ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه في المباراه دي. طيب لو انت لعبت لعب مفتوح او ضغط مفتوح او ضغط عالي، طبعا الاهلي مع موسيماني او مع فايلر لعب برامي ربيعه ومحمود متولي قدام الخط الدفاع وقدر ينكمش للخلف او يرجع يدافع كويس جدا، عشان كده قدر يطلع بالنتيجه ايجابيه هناك على ملعب سان داونز الساعه 3 العصر. لان طبعا الحراره والمجهود والكلام ده كله احنا عارفينه، والوقت ده هم بيقدروا ان هم يلعبوا فيه عشان من الاخر كده يحرجوا النادي الاهلي. اول حاجه انت لازم تعملها ان انت ما تلعبش مساحات عاليه او تقدر ان انت تضغط، بس حاول لو ضغطت حتى ان انت دايما الخطوط تكون متقاربه من بعضها، سواء خط الدفاع او خط الوسط او خط الهجوم. طيب لو انت مش عايز تضغط، الافضل ليك وانا شايف ان الافضل دايما ان انت ترجع خلف الكوره، تسيب الكرة خالص وارجع خلفها. بس في نفس الوقت لو انت رجعت خلفها انا عايزك تراقب واحد بس، هو ده اللي متحكم في رتم اللعب عند سان داونز، وهو ده من الاخر كده ترمومتر الاداء عند سان داونز، وهو اللي بيقدر يطلع من الكرة من الخلف الامام. فاتمنى ان انت تراقبه، وهو موكونيا اللي هو رقم 4 عند سان داونز. ده دايما بيلعبوا بخطة برايتون او مانشستر سيتي مع جوارديولا، ودايما بيكون في اتنين في القلب وبيبتدي اتنين يتحركوا، اللي هو رقم 11 إليندا ورقم 4 موكونيا، ودايما هم بيتحركوا، ودايما حارس المرمى ويليامز بيتحرك او بيلعب الكرة على موكونيا ده، وموكونيا بيبتدي ان هو يلعب 1 2 او 1 تاتش، وبيبتدي لعب سريع جدا ويتحرك للامام. وفي الوقت ده بيبتدي إليندا ده ان هو ياخد بالمساحه الفاضيه دايما زي ما حمدي فتحي كان بيعمل دايما، وداخل المنطقه وبيحرز منها اهداف كتير، اللي هو رقم 11 إليندا ورقم 4. هم دول مفاتيح اللعب عند سان داونز، مع ان انا عارف ان هم كلهم حريفه وكلهم لعيبه كوره من الاخر كده، بما فيهم حارس المرمى اللي هو مميز جدا. حارس المرمى دايما بيبتدي ان هو يلعب الكرة من خلفه، وبيكون بطيء جدا في لعب الكرة لحد لما انت تضغط عليه من الاخر كده. ما ضغطتش عليه بيسيبك خالص لحد برضه لما انت تضغط عليه. وقت الضغط عليه لا اما يلعب الكرة عند موكونيا، لا اما يلعب الكرة الباص الطولي على لاعب يخترق الدفاعات لو انت بتلعب ضغط عالي. طب لو انت بتلعب ضغط او خلف الكوره، في الوقت ده هيبتدي يطلع اللعب العادي بتاعهم 1 2، ويبتدي يتحرك واللامركزيه والحاجات الحلوه اللي هو بيعملها، ويبتدي يلعب بين الخطوط. طبعا هيكون في تضييق مساحات من الاهلي. طيب الحل ايه؟ هو دايما بيجي لك من العمق، 1 تاتش، كره سريعه، الحاجات دي التسديد طبعا احنا عارفينه على الشناوي لان هو عملها قبل كده، فاكيد هو عارف ان الشناوي هيخطأ في المكان ده. فاتمنى ان هي منطقه العمق اللي هي بتاعه مروان عطيه او احمد حسن كوكا اللي قدام المنطقه او الزون 14، ان كولر يقفلها كويس جدا. وكان طبعا موسيماني نجح فيها مع رامي ربيعه لما لعبه، او فايلر لما لعب محمود متولي في المنطقه دي وقدر يقفل المنطقه دي كلها. حاجه ثالثه برضه انا عايز اتكلم فيها، موديبا اللي هو الباك اليمين بتاعهم ده لعيب كوره كويس جدا. يعني هو دايما بيدخل في العمق او في اللي هي المساحه الفاضيه عند علي معلول ومحمد عبد المنعم، لا اما يسدد لا اما يبتدي يعمل 1 2 برضه هو اللي يخترق من الحته دي. واتمنى ان يكون في مراقبه لصيقه على موديبا ده، لان اللعيب كبير جدا عندهم ومن اخطر اللعيبه اللي موجوده في فريق سان داونز. غير كده الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها، لو انت بتلعب قدام سان داونز في لعيب عندهم اسمه عبد المنعم بتوي اللي هو بيلعب باك شمال، وده الكره بتاعته قليله جدا. فاتمنى ان انت دايما تاو ان هو يضغط عليه، لان هو عنده تاو في الباك الشمال فوقت الكوره. واتمنى من كولر ان هو يبتدي ان هو يرحل الكوره عند الباك الشمال ده عبد المنعم بتويل، ويبتدي يضغط عليه من هنا، لان لو ضغطت عليه هتبتدي تاخد الكوره وتتحرك كويس جدا. لا اما تضغط على رقم 4 وبتويل، لا اما تسيب اتنين يضغط على الاتنين دول، لا اما توجه اللعب على اليسار وتضغط على عبد المنعم بتويل،
لا اما ان انت ترجع للخلف وتسيب الكره خالص وترجع في نص ملعبك، لان طبعا انا خايف ان انت حركه الضغط العالي وان الخطوط مش متقاربه دي هتعمل لك مشكله كبيره جدا، لان هم عايزينك كده وبيستفزوك لكده. فاتمنى ان انت ما تعملش الحركه دي خالص وترجع للخلف وتسيب كهربا او تاو ان هم اللي يضغطوا، وده الافضل. فاتمنى من الله ان انت ربنا يوفقك يا كولر وتعمل كده. طيب هتقول لي مين تشكيله النادي الاهلي المتوقعه بكره؟ انا اقول لك ان ممكن حسب وجهه نظر انا ان هو ممكن يلعب بالشناوي طبعا وعبد المنعم وياسر ابراهيم وهاني ومعلول، وقدامهم مروان عطيه واحمد حسن كوكا، وعلى اليمين تاو. هتقول لي الثلاثه شبه بعض في وسط الملعب. هقول لك الاهلي هيلعب على كره واحده، واتمنى ان هو ينفذها كولر زي ما عمل في سيمبا في الشوط الاول، ان هو يلعب الكره الطويله من الخلف الامام على رضا سليم طبعا وتاو وكهربا قدام، ويلعب الكره الطويله خلف الباك اليمين اللي هو دايما بيتقدم ويسيب مكانه. وبرضه عبد المنعم بطويل اللي دايما انا شايف فيه مشكله عنده، فممكن الكره الطويله على تاو او على رضا سليم، او طبعا هم بيلعبوا برضو دفاع متقدم او على كهربا، فطبعا كهربا يخترق المنطقه دي ويقدروا باذن الله يحرزوا اهداف. اتمنى ان انا اكون وصلت وجهه نظر او حاجات كتير عن نقاط القوه والضعف وازاي شكل الاهلي هيلعب بكره باذن الله. واتمنى ان انتم تدعموني بلايك وشير وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. بشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.